وعلشان الصفحة الأولى هي الأهم دايما، فجوجل بيحاول باستمرار ينقي ويعمل فلترة تلقائية للصفحة الأولى علشان يصدر دايما المحتوى الأكثر ارتباطا بالكلمة المفتاحية. في الصحافة في نوعين من الكلمات المفتاحية، في كلمة مفتاحية نعتبرها قصيرة الأجل، في كلمة مفتاحية ممكن نقول إن هي طويلة الأجل. فيفضل ليك إنك تستخدم كلمات مفتاحية طويلة الأجل. لو ظهر ترند بيتكلم عن فوز فنان أو رياضي بجائزة ما، فالكلمة المفتاحية الرئيسية الخاصة بالترند ده تعتبر قصيرة الأجل شوية، ده لأن الناس هتعمل سيرش عنها لمدة يوم، أسبوع أو شهر بالكتير، وبعدين بيبدأ يتلاشى الضغط أو حجم البحث عن الكلمة دي. أما لو الكلمة المفتاحية طويلة الأجل، فأنا بعتبر إن دي أفضل أنواع الكلمات المفتاحية لأي صحيفة إلكترونية جديدة، لأنها بتديك فرصة أكبر في المنافسة مع باقي المواقع. كلمة أفلام مصرية كوميدية جديدة، دي كلمة مكونة من 4 كلمات، وتعتبر الكلمة دي مخصصة لأن هي محددة على موضوع الأفلام الكوميدية المصرية الجديدة. كلنا نقدر نستخدم الكلمة دي في أي وقت لو عايزين نوصل للأفلام المصرية الكوميدية اللي اتعملت في أي وقت أو في وقت قريب.